اسمع معايا قصة فرعون أو آمون-حتب الأول وعلاقته بسيدنا موسى، وبعد كده أوضح لك ليه إحنا دايما بنجيب أدلة من التاريخ أو المصرية القديمة والتوراة على كلام أهل القرآن، وده إزاي هيكون داعم للقرآن وكلام القرآن ودلائل بصرية تقدر تشوفها كل يوم في حياتك أو على الإنترنت أو من كتب تاريخ أو حتى في الحضارات وما تركته من آثار يعني. اسمع معايا الأول قصة إيمو-حتب سيدنا يوسف اللي بيفصله حوالي أكتر من 500 سنة على آمون-حتب اللي هو يعتبر ابن أحمس الملك المشهور اللي أنهى فترة الملوك وبدأ عصر الفراعنة أو برعا أو رامس أو أرعامسة، وده كان بداية وجود فرعون ودوت كان بداية دخول نبي الله موسى لياخد بني إسرائيل. يعني في تشابه كبير جدا ما بين كذا ملك أو كذا فرعون والمستشارين بتوعه، زي بالظبط زوسر اللي في موجود له هرم سقارة المدرج اللي موجود لحد دلوقتي. وصدقوني أنا لما بجيب لكم كلام معين من التاريخ أنا ببقى بحثت، يعني مش ببقى بحثت يمكن أكتر من 3-4 أشهر في موضوع واحد فقط وفي كلام واحد فقط يطلع من لساني، لأنه زي ما احنا عارفين الكلام ده أنا محاسب عليه يوم القيامة، ومحبش خالص إن يبقى أنا فتنة للمؤمنين أو إن أنا أفتن حد بحاجة مش صح، أو ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. فطبعا محبش إن أنا أكون كده أو بثني كلام الله على مزاجي، يعني طبعا حاشا لله. لكن احنا بنجيب أو بنفترض شيء ما افترضهوش حد تاني قبل كده، زي افترضنا إن موجود ملوك ومستشارين هم أنبياء، زي ما قلنا الملك زوسر والمهندس أو الطبيب أو المستشار بتاعه إيمو-حتب اللي كان تقريبا الرجل التاني بعده واللي كان ليه صفات أمير. طبعا ده يشبه سيدنا يوسف جدا، لأن احنا عارفين إن أصبح الرجل التاني بعد الملك في وقتها وأصبح من العائلة الملكية. ده بالنسبة للتسلسل الزمني لسيدنا يوسف اللي كان حوالي 2200 قبل الميلاد، يعني القرن ال22 قبل الميلاد. أما سيدنا موسى واللي الآية بتشرح إن سيدنا يوسف كان في قرون قبل سيدنا موسى وبعثته، واللي بيتدل على التسلسل الزمني لسيدنا يوسف قبل سيدنا موسى. فسيدنا موسى جاء في عهد آمون-حتب. آمون-حتب يعني كان الاسم نفسه آمون-حتب أو رجل آمون، ده تغيير للشجرة العائلية لمصر القديمة. يعني كانوا بيقولوا من الآخر إن أبوهم هم أولاد الشيطان، يعني من الآخر يعني، لأن آمون كان بيشبه بالقمر المخفي أو قرون الهلال أو لذلك بالمناسبة يعني الشيطان له قرون، يعني لأن آمون من قديم الأزل يصور على أنه القمر، لأن آمون أو الشيطان خفي لا يرى أحد، لذلك يتم تشبيهه بالقمر الذي يختفي. يعني فرعون كان في ضلال بعيد زي القرآن ما قال، وطبعا فرعون من مصر وطبعا مصري، وطبعا هو وملأه كانوا من مصر، وكان موسى وهارون من أنبياء الله عليهم السلام كانوا رايحين بس عشان ياخدوا بني إسرائيل ويروحوا الأرض المقدسة. ودليل على كده الآية اللي بتقول: وأرسلنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه قالوا أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدين. يعني القوم بتوع موسى هم اوريدي بيعبدوا فرعون، فازاي انت عايزنا احنا بقى المصريين اللي اصلا قومك بيعبدونا ان احنا نؤمن بيك انت وقومك، او ان انت رسول من عند الاله؟ فهو كان متعالي جدا، الى ان طبعا اتبع بني اسرائيل وحاول يقتلهم يستفزهم من الارض، اي يقتلهم او يطردهم، فاغرقه الله يعني. ده بالنسبه للتسلسل الزمني ما بين يوسف وموسى. ونيجي بعد كده مباشرة، لأن فرعون أو آمون-حتب ما كانش في حد ذرية ليه يمسك الحكم أو يمتلك حكم مصر وقتها، فكان طبعا الكهنة أو الأسباط ال12 هما اللي بيملكوا مصر وقتها، وكذلك أورثناها بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وده يعني آية واضحة، للي مش واضح له الآية دي في آية تانية بتوضح أكتر وبتقول: وكذلك أورثناها بني إسرائيل. فاللي هنا ورث كان بني إسرائيل، فلذلك كانوا عايزين يبقوا ملوك. لكن لما نبي الله داود جالهم قال لهم كده، قال لهم إن ما ينفعش انتوا تبقوا ملوك وطالوت هو اللي هيبقى ملك عليكم. قالوا نحن حق بالملك منه. فده كان مصري، طالوت كان مصري، أو تحتمس الأول، وده التحوت يعني الحكيم. تحتمس هي تعود على نبي الله إبراهيم، فكذلك من ذريته جاء تحوت أو طالوت، وبعدها جه داود عليه السلام.
وبعدها جه سليمان وهو تحتمس الثالث اللي تم طبعا توسعة مصر بأشد ما يكون إلى من نهر الفرات إلى أسوان اللي هي الشلال الخامس. ونيجي بعد كده زي ما قلنا إن بعد حكم الأسباط اللي هم قطعوا 12 أسباطا أو نقيبا، طبعا الكلام ده كان في عهد نبي الله موسى. يعني الأسباط ما لهمش أي علاقة خالص بذكر القرآن، طبعا بنص القرآن ما لهمش أي علاقة خالص بنبي الله يوسف أو نبي الله يعقوب. فإسرائيل شيء، وكان عهد نبي الله آدم وكان من أبنائه، والأسباط بني إسرائيل الاثنى عشر نقيبا اللي قطعوا في عهد موسى لنذر الناس إن هم ينشروا الكتاب والتوراة، دول شيء آخر تماما. يعني في فرق شاسع ما بينهم، شتان الفرق ما بين سيدنا يعقوب وإسرائيل ابن آدم، وشتان الفرق ما بين الأسباط وإخوة يوسف، لأن الأسباط كانوا في عهد موسى والتقطيع كان في عهد موسى، وسيدنا يوسف كان وإخوته كانوا قبل موسى تقريبا بأكثر من 700 سنة أو 500 سنة. فجي وقت طالوت، الملك طالوت، قالوا نحن أحق بالملك منها. برضو بني إسرائيل كانت عايزة تملك الأرض وتظل تملك الأرض، لكن ربنا لما لقى الفساد عام في الأرض أصبح لا يأتمن هؤلاء القوم على شيء، فأصبح يقتلون الأنبياء وهكذا إلى أن أتاهم طالوت. ثم جاء الوعد لاسترداد الأرض المقدسة، لأن من وقت نبي الله موسى لم يكن ليدخلوا الأرض المقدسة بني إسرائيل، فجاءهم طالوت وحارب معه داوود أو تحتمس الثاني، ودخل مع تحتمس الأول الأراضي المقدسة. بعد كده برضو مش هنتكلم على تحتمس الثالث أو نبي الله سليمان، لأن احنا عارفين إن ملكه ومملكته كانت واسعة جدا، والريح اللي بتذهب به إلى الأراضي المقدسة الأرض التي باركنا فيها دي في عهده كان في أشد قوته، وأخذ مملكة الحبشة اللي كانت بتحكمها ملكة سبأ، وسبأ كانت الحبشة، واليمن وأكسوم وإثيوبيا وجميع المنطقة دي كلها كانت مملكة الحبشة أو سبأ. احنا عارفين طبعا مملكة سيدنا سليمان امتدت منين لفين. احنا كمسلمين ايه علاقتنا بالتوراة؟ نحتاجها في ايه؟ ولا أي حاجة غير اللي بيذكرها القرآن. ليه دايما بنسعى إن احنا نجيب أدلة تاريخية أو أدلة من بقية الكتب الدينية على كلام قاله القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في أكتر من موضع بيحكي عن التوراة واللي أخفي فيها، وإن اليهود أخفوا فيها أشياء كتيرة هي الحق، وده بيكون داعم للقرآن في حاجات كتيرة. لما بنأكد على نفس كلام القرآن إن موجود مثله بالظبط آية تانية شبيهة ليها في التوراة، أو بالظبط مثال على كده الآية اللي بتقول ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فعلا في الزبور أو المزمور زي ما سموه الرومانيين، هنلاقي في المزمور 37 كله بيتكلم عن أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. فده داعم جدا للقرآن، لأن الحاجات دي أثرية وكتب قديمة جدا، يعني كان بيستشهد بيها أصلا بني إسرائيل أو اليهود. فلذلك دوت داعم أكبر للقرآن لما تيجي تذكر إن هو بيقول نفس كلام قالوا كتاب ديني من زمن آخر، لكن كلمة مسلم كانت موجودة على عهد نبي الله داوود، موجودة لحد وقتنا هذا كتب باسمها باسم الإسلام والأسلم وسلم. فلازم أنت تبقى عارف إن ده دعم للقرآن. لما أجي أقول لك إن كلام القرآن كله صح، النبي عيسى والنبي موسى وكل هؤلاء كانوا مسلمين، أنت ده هيجعلك يقين أكتر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بما يدرسون، وإن أنت لازم تدور ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فدايما لازم تدور ودايما لازم تدرس عشان الموضوع يستيقن بداخلك، عشان تفهم آيات كتير جدا موجودة في القرآن أنت يمكن ما كنتش فاهمها قبل كده، زي آية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، زي الزبور بالظبط. المثال اللي قلنا عليه في المزمور 37 إن الله قال الأرض يرثها عباد الله الصالحون. يا قوم لا تستمعوا إلى أحد لأن دينكم واضح، دينكم فطري. Is Jesus shall be the sign for the coming of the hour. Does that mean Jesus will come as the final prophet? Or is Muhammad, or Prophet Muhammad, the final prophet? وإنه لعلم للساعة. إنه لعلم للساعة. إنه يعني هو اللي يدينا علم ساعة. علم ساعة ما حدش يعرفها. كتاب معجزة ومنهج القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك. معنى أمي يعني إيه؟ أمي يعني زي ما ولدته، يعني لم يأخذ ثقافة من مساويه. من قبله أي من قبل نزول الكتاب عليه من كتاب ولا تخطه بيمينك. قوله من قبل يدل على أنه من الجائز أن يكون بعد الكتاب علم كيف يقرأ وكيف يكتب.
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا